وانا بالنسبه لي بقول لك ان الاطفال تبقى مرتاحه اهم بكتير من انها تكون بتسمع الكلام. لو انتوا مش هتساعدوني ان انا اوصل بابني للي انا شايفاه قدام كأم خلاص. علاج التوحد، مرض التوحد، لا هو مش مرض، فهو ملوش علاج. انت اكتر حد عارف ابنك ممكن يوصل فين. بالظبط، ما تسيبش اخصائي يكلمك وحش عشان هو اخصائي. انا في واحده نمرت عليا في المدرسه بسبب ان كانت معايا شهاده. انت بتشغلي جسمه وجهازه العصبي بحاجات اصلا بتاخد من قدراته انه يعرف يركز. بس اكتشفنا ان هو مش توحد، هو حاجه تانية ادت انه يبقى عنده حاجه اسمها توحد مكتسب. ما ينفعش احط له جول في حته وانا مش متاكده ان كلنا اصلا شايفين نفس الجول ده. انا شاهين داوود الحمايل وده جرو وندر بودكاست، ودي حلقه جديده مع ضيفتنا نجوى خضر، كو فاوندر اوف اتواصل. هاي، ازيك يا نجوى؟ عامله ايه؟ الحمد لله تمام. انت اخبارك ايه؟ الحمد لله. شرفتينا الاول النهارده في البودكاست بتاع جرو وندر. عايزين نعرف الناس اكتر مين نجوى وازاي دخلتي في المجال اللي انت فيه دلوقتي. مين نجوى؟ ماشي. انا ام لطفلين، عندي ولد 11 سنه وبنت 5 سنين. دخلت المجال ازاي؟ لا يعني انا كنت بحب اشتغل مع اطفال، وعارفه ان انا وانا في الجامعه ان انا عايزه اشتغل مع اطفال. وبس ما كنتش حاسه ان عايزه اشتغل مدرسه، يعني هو كنت حاسه ان انا هو ده اللي انا عايزه اعمله. ابتديت في 2010. بس من 2010 بقى وانا في المجال. طيب انت بحكم شغلك ايه المشاكل انت بتشوفيها دلوقتي حاسه انه الناس مغيبه عنها، ما تعرفش اكتر ايه هي developmental disorders، ايه هم اصلا، ايه الديسوردرز اللي انت شايفاها بتبقى زايده كده؟ اللي انا شايفاه ان لسه الناس مش فاهماه قوي ان فكره الفروقات الفرديه او فكره ان الاطفال مش كلها شبه بعض حتى لو عندهم نفس التشخيص. لسه عندنا حته بتاعت انه ده توحد، ف يا اما هيبقى عبقري زي ما بنشوف في الافلام والتلفزيون والحاجات دي، يا اما ان هو هيبقى طفل صعب قوي ومش هنقدر نتعامل معاه خالص وهنبقى خايفين قوي من التشخيص ده، فبالتالي بيزود الستيجما بتاعت ان احنا نبقى خايفين اصلا ان ابننا يتشخص بالتوحد. او فكره ADHD ان ده ولد ما بيقعدش، يعني هيخش المكان وهيفضل يجري في كل حته، فبرضه لسه مش فاهمين قوي فكره انه لا، هو كل تشخيص بيفرق حسب كل ولد صعوباته ايه، نقاط القوه بتاعته عامله ازاي. فاحنا لسه بنعمم قوي، لسه ما عندناش فكره اللي هو لا احنا لازم نحدد او لازم نفهم اكتر او اقرا اكتر عن التشخيص. فانا لسه بخاف قوي وبعمم قوي. طب تقولي ايه الامهات اللي بتبقى مش عارفه تلاقي المعلومات فين؟ يعني عايزه تقرا، عايزه تعرف اكتر يعني ايه ADHD، يعني ايه اوتيزم، يعني ايه الحاجات دي كلها، تروح فين؟ ايه الريسورسز اللي هي ممكن تقراها او تدور عليها؟ بصي هقول لك حاجه، يعني انصح الاول ان انا اقرا التطور الطبيعي بتاع الاطفال. دايما لما ببقى انا عارفه بالظبط الطفل المفروض في كل مرحله عمريه المفروض يعمل ايه ويتصرف ازاي، هبتدي ابقى فاهمه لا ده عادي ان التانترمز تحصل مثلا او المال داونز او ان انا الانهيارات وكده عند سن سنتين، من سنه ونص لسنتين، ده طبيعي. مش هقول ده عنده سلوك وادور على فيسبوك على تعديل سلوك وافضل اعمل كده واخاف. فدايما لما ابقى عارفه بالظبط المهارات بتيجي امتى وبتحصل ازاي والتطور بتاعها بيبقى عامل ازاي، انا بطمن كأم وابقى عارفه وات تو اكسبكت، يعني عارفه ايه اللي هتوقعه. لما ابتدي الاقي انه لا ده في حاجات مش زي اللي قريتها او في حاجات ابتدت تتاخر شويه، طبعا احنا بنتكلم انه مش كل حاجه بتبقى بالسنتي، يعني هيبقى عندنا 3 شهور قبل و3 شهور بعد التاريخ اللي بيبقى دايما مكتوب. فلما ببقى فاهمه ده هبتدي طب انا محتاجه الاول اروح دكتور اطفال ان شاء الله، يعني دكتور اطفال يبتدي يقول لي انه ده متاخر في الكلام قوي او مش متاخر شويه او لا هو كويس او غيري حاجات معينه في البيت. لو انا لسه شاكه ابتدي طيب اقرا بقى عن تاخر الكلام، يعني ابتدي اقرا حاجه شبه اللي انا شايفاها. بس ساعات لما انا بفضل اقرا عن الاوتيزم واقرا عن ADHD واقرا عن مثلا يعني اي حاجات كتيره، انا هخاف قوي وهفضل باصه لاولادي كل ما هيعمل حاجه ده ممكن يكون هو تحت عين مكبره كده او بالظبط. بس انا لما اكون متعلمه ومطمنه بالتطور الطبيعي بتاع الاطفال هيديني اصلا امان انه لا على فكره ده عادي، ولو حد قال لي حاجه اقول لهم لا انا فاهمه. طب تقولي ايه الامهات اللي بيجي لها حاله بانيك مثلا بالذات بتحصل في النيرسري او في المدرسه؟ يعني النيرسري مثلا بتبان اكتر في الاطفال اللي عندهم اوتيزم لان بتبان من بدري، وفي المدرسه بقى الديسلكسيا والديسكاليا والADHD وكده. بتقولي لهم ايه ان هو بالذات بيجي لهم حاله دينايل، وفي امهات بتبقى هي ما عندهاش دينايل بس الايكو سيستم اللي حواليها والسبورت سيستم اللي حواليها هو اللي عنده دينايل بيشككها في نفسها. طب تاني نقول الامهات والابهات. يا ريت. دايما معلش دايما موضوع الامهات لوحدهم دول لا، الام والاب بليز. فالام والاب
يعني حاجه كده انا يعني اي بليف ان ات، انا بشوفها قوي ودايما اقولها وكده، انه خلينا نقول احنا كأمهات احنا الاثنين دايما لما يجي حد يقول لك ان ابنك فيهم صعوبات معينه صعب عليكي قوي تصدقيها. وحتى لو عيان، يعني حتى لو ده جاله عند لازم يعمل عمليات الزايده، هتبقي عايزه تكلمي حد تاني وتفكري وازاي ومش عارفه ايه، وتبقي دايما خايفه. صعب ان احنا نصدق ان اطفالنا محتاجه مساعده، او صعب ان انا اصدق ان الصوره البيرفكت اللي في دماغي والحاجات اللي انا رسمتها والمستقبل الخطير اللي انا حطاه في حته فيه بتتهز. فمش بحب قوي الومهم او اقول انه لا هم السبب، هم في دينايل، هم هيأخروا الولد. هم نفسهم محتاجين يعدوا الفتره دي اصلا، يعني هم نفسهم محتاجين حد يقعد معاهم يتكلم معاهم ويمشي في الجريف، لان ده جريف، ده حزن، ده انا خدت خبر خلاني اغير كل حاجه تانية عندي، خدت خبر فيه صدمه. ايوه. فانا بالنسبه لي انه الامهات والابهات بيحتاجوا في الفتره دي هم كمان مراعاه، هم كمان محتاجين كونسلنج مثلا، محتاجين حد يقعد يشرح لهم كل حاجه بالظبط، حد يمشي معاهم خطوه بخطوه، مش بس هو ده البلان، هو ده الولد، لو انت ما عملتش كده مش هيتطور، لو انت ما فوقتيش انت اللي هتضريه، وانت بتضريه. واحنا بنسمع كده، يعني بنسمع امهات بتيجي تقول لك انه اصل هم قالوا لي ان انا كده بضره، او ان انا لو ما اديتوش 60 ساعه مش عارفه ازاي، لو انا ايه، وان انا. فلازم نبقى فاهمين انه ظروفهم عامله ازاي. لما خدوا الخبر الولد ده ترتيبه ايه في الاخوات، لما يبقى اول ولد بيبقى اصعب بكتير كمان. قولي لي. يعني مش عايزه يعني نبقى لا لا. بس بيبقى اصعب، يعني عارفه ده اول طفل ليا وكل حاجه وخلاص، هو ده الحلم بقى، عارفه اللي هو ما فيش او مثلا بيفور تجربه رهيب يعني. فاهمه. فانا جيت قلت لك ده انت عندك في مشكله، حياتك هتتغير ومش عارفه ايه، فهم محتاجين قوي 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 بقى حد يراعيهم في الفتره دي. وده بيبقى دور اكتر السايكايتري اللي بيتكلم اصلا معاهم، ولا دور بيبقى السنتر، ولا نروح لسايكايترست ادلت سايكايترست؟ يعني بيبقى دور مين اللي يعمل كده؟ يعني دايما اللي هيقول لك تشخيص ابنك ده مش هتنسيه. عارفه دايما هيبقى صورته في دماغك كده، انا لحد دلوقتي شايفاه. يعني فلان اللي قعد معايا وقال لي 1 2 3. فنفسي قوي ان الناس اللي بتقعد تقول التشخيص دي يبقى عندها امباثي كده، كومباشن، وهي بتتكلم انه يا جماعه في شويه تعاطف. وايه الفوكاب اللي بنستخدمه، ايه الكلمات اللي بنستخدمها، والكلمات ما ينفعش اقولها. ما ينفعش اقعد اقول له ده سقفه، ما ينفعش اقعد اقول له خلاص هو كده، عارفه الكلام المحبط قوي ده. ايوه. فوانا بتكلم مع الاهل لازم اخدهم واحده واحده واشرح لهم والبلان، وافهمهم انه خدوا وقتكم، ولو محتاجين حاجه ارجعوا تاني، اديهم وقت تو بروسس، لانه هم محتاجين يعالجوا اللي هم سمعوه. بالظبط. هو مش هيقوم النهارده ياخد تشخيص بكره يشتغل على كل حاجه. هو محتاج يتكلم مع حد، محتاج يفضفض. لو انا حسيت انه موضوع ابتدى يبقى ديبريشن او دينايل زايد قوي او الحاجات دي، هبتدي انصحه انه طب بليز انت ممكن تستفيدوا من كونسلنج، يعني انتوا لو رحتوا لحد انتوا هتستفيدوا قوي. لو انا في السنتر اللي انا فيه، يعني احنا عندنا في السنتر احنا بنعمل جروبات دعم، بنعمل سبورت جروب للامهات فعلا. اوكي. يعني بنتقابل كده، كنا الاول بنعملها زي كوفي بريك، واللي هو بس يبقى فيه كوميونتي، الامهات تقعد مع بعض، تبتدي تتكلم مع بعض، بتحسي ان في حد ماشي معاكي في نفس الرحله، حتى لو مش نفس التشخيصات بس انتوا عندكم نفس الصعوبات في البيت. عندك جوزك مساعدك قوي، لا ده جوزي مش فاهم، ده اخواته مطلعين عيني، دي مامتي مش عارفه، يعني بتحسي ان في حاجات وفي ستراجلز في العيله انتوا كلكم ماشيين بيها زي بعض. فاحنا بالنسبه لنا دي حاجه مهمه قوي ان احنا نسبورت الامهات. نفسي جدا بصراحه انه اعمل كمان ده للابهات، بس احنا لسه الموضوع ده لسه كان سؤالي اللي جاي. الابهات دورهم مهم قوي في علاج ولادهم، او بلاش علاج، لان تطور ولادهم اصلا. وانا جالي كذا مره مثلا نبقى قاعدين في سنتر او مع ثيرابيست بتاعه يقول لي لا ده دور بابا هو اللي ياخده وينزل بيه وفي الماركت وكده. ففي ابهات بتبقى مقتنعه وبتعمل ده، وفي ابهات تانية مش بتبقى مقتنعه وبتعمل ده. تقولي ايه الابهات دي؟ برضه هقولك واحده واحده كده، لانه احنا لازم نفهم حاجه، انه انا ممكن اقعد مع الولد واجيب نتيجه خطيره في السيشن وفي السنتر، والام بتعمل كل حاجه، بس او الاب بيعمل كل حاجه، خلينا نقول الناحيتين، مش عايزه ابقى بايظ لا يعني. طبعا بس الاب بيعمل كل حاجه والام بتعمل كل حاجه، بس في طرف فيهم مش مقتنع، او في طرف فيهم بيبوظ الحاجه. يعني مش قصده او قصده، بس يعني اللي هو انتوا بتقولوا ده اي كلام، فانا بتصرف بربي بطريقتي او بعمل اللي بعمله، ومش براعي ان انا عندي صعوبات. ده بيبوظ الثيرابي، لان انت ما تقدريش تبقي انت بتشتغلي لوحدك، احنا بنشتغل كلنا كفريق. فالاب والام والمعالج اللي بيشتغل مع الطفل والطفل، احنا المفروض نبقى فريق مع بعض، وبنجيب بقى يا رب يعني معانا بقى المدرسه والمدرسه والناس التانية، لانه دي حاجه مهمه قوي. لكن لو انا اشتغلت في حته صغيره قوي، في اسبكت صغير قوي من حياه الولد،
وبقيه الحاجه ماشيه زي ما هي، التدخل او التطور بتاعه يبقى بسيط. ده بقى السؤال اللي انا كنت هساله لك، اهميه الكونكشن اللي ما بين السيرفيس بروفايدرز دي مع بعض مهمه قوي. كلمه اكتر عنها. مهمه قوي، مهمه قوي. لو هو بياخد تخاطب وبياخد OT وبياخد مثلا انا بعمل فلور تايم وبياخد اكاديميك سبورت، ان احنا كلنا نبقى عارفين الولد ده بيعمل ايه. اوكي. لو كل واحد فينا بيشتغل عارفه ايسوليتد كده ايلاند، كل واحد مع نفسه، مش هتبقي عارفه مثلا انا في الاكاديميك عماله اقول له يكتب حاجه معينه، ليه مش بيكتبها؟ عشان هو في الOT مش بيعرف يعدي مثلا الميد لاين، حاجه بحته يعني حاجه، او مش عارف عنده مشاكل في الريفلكسز او ايه، فهيتاخر. هنا لازم نتكلم مع بعض، لان انت هتلاقي نفسك انت بتبقي فرستريتد، بتبقي متوتره، وبتبتدي تبقي خلاص عارفه هو مش فاهمه فيه ايه، والولد بالتالي كمان هيحس انه انا مش عارفه ابقى كويس، والام هو ليه مش بيحصل بروجرس؟ بس عشان احنا مش بنتكلم مع بعض كتيم. اوكي. يعني ما ينفعش احط له جول في حته وانا مش متاكده انه كلنا اصلا شايفين نفس الجول ده. بالظبط. وساعتها انا ممكن احط جول مش هو ده اللي فارق عند اهله اصلا دلوقتي خالص. اوكي. ودي حاجه انا كنجوى يعني انا هاخدها بعين الاعتبار، مش هقول لا انتوا مش فاهمين وهو ده اللي المفروض يعملوه دلوقتي. اوكي. هم لو عندهم برايورتي في عيلتهم، او هم شايفين ان هم نفسهم قوي الولد ده دلوقتي مثلا ان هو يتواصل بطريقه معينه، او نفسهم انه لما ياخدوه بلاي ديت او يروح عند حد من قرايبهم يبقى بيلعب، ما يجيش اقول لهم لا احنا الاول هنتعلم اشكال والوان وحروف يعني نتكلم مع بعض عشان نقدر نوصل ايه المهم عندهم. اصلا المهم عندي مش زي المهم عندك. يعني انا مهم بالنسبه لي لابني مثلا وحياه ابني وتدخلات اللي عايزه اعملها لابني، وممكن يبقى بالنسبه لناس تانية ايه ده في نفس البيت على فكره. يعني انا مهم قوي عندي طبعا سوشيال سكيلز، بس انا مهم عندي برضو ان هو يبقى عارف، انا عارفه القدرات بتاعته هتوصل ازاي اكاديميكلي، فانا عايزه ادوس فيها اكتر. جوزي الناحيه الثانيه لا عايز السوشيال سكيلز وان هو يتحرك ويلعب مع اصحابه وبتاع، وانا اللي هو طيب عارفه حتى في نفس البيت هنعمل ايه؟ طيب يعني لازم نعمل حاجه واحده في الاول. ايوه صح. فلما تتكلمي بقى انت وهم مع بعض، أيوة. والله هي دي قدراته تحبوا ايه، ساعات هي هتقول لك مثلا جول، فانت تشرحي لها انه عشان ابدا هنا لازم ابدا من تحت. اوكي. عشان اوصل اللي انت عايزاه، الحاجات التانية دي هتوصلنا ان شاء الله اللي انت عايزاه. لازم تبقى الام فاهمه. لازم يبقى في ترانسبيرنسي كده وانت بتتعاملي معاهم. ولو تقدر الام تدخل السيشنز يا ريت تدخل السيشنز. يعني انا بستغرب قوي لما حد يقول لا الام ما تخشش اصل الولد بيتدلع. مين قال يعني الولد بيتدلع؟ هو انا جربتها مع ابني مره، هو فعلا اتدلع بس مش كل الاطفال كده. اصل بيتدلع دي معناها ايه؟ معناها ان هو كان قاعد اصلا حاجه تانية بقى، ممكن قاعد هو اصلا ماسك نفسه عشان حد بيقول له لو ما عملتش كده مش هديك كذا، لازم تعمل كذا، فهو قاعد كده. فشاف السيف بيرسون بتاعه، شايف الشخص الامان، فهبقى على طبيعتي. مش معناها اني بتدلع، معناها ان انا في سيف شخص سكيور اتاتشمنت، حد كده دخل لي كويس ما بيننا ترابط حلو، فانا ابتديت اتصرف بطبيعتي. انا اصلا كاخصائي طيب هو دي بقى طبيعته، مش طبيعته اللي انا شايفاها في الجلسه. اوكي. مش هو المفروض يغير نفسه عشاني، انا اللي المفروض اغير طريقتي عشان اوصل له وعشان احاول اساعده. اوكي. لما بنقلبها بتلاقي بعد كده ايه، بس هو ما بيعملش كده عندي، بس هو بيعمل كده في كل حته تانية. اوكي. او مثلا هو ما بقاش بيعمل حاجه عشان مستني اللي الاخصائي المعزز او whatever الاخصائي بيستخدمه. اوكي. فمش بنخلص. فانا لازم اشوفه واشوف طبيعته واشوف طريقته واشوف مامته بتكلمه ازاي. اوكي. هو ومامته لو احنا بنلعب في السيشن هما بيتعاملوا مع بعض ازاي. يعني مش هي اول ما تخش من الباب انا هلعب وابقى خطيره فحسسها بالاحباط وتقول بس انا ما بعرفش اعمل كده، ولا انا افضل اقول لها طول الوقت تعمل ايه. انا محتاجه اشوفها هي بتعرف تعمل ايه، ومحتاجه اشوفها هي تقدر توصل لفين، ايه اللي عندها في البيت تقدر تستخدمه. يعني عارفه يا شهندة انا بحب قوي زي ما احنا بنركز على الاطفال، لما نيجي نركز على الامهات هم كمان عندهم نقاط قوه ونقاط ضعف. اكيد. فلما ببني على ده وبعلم ده بيفرق جامد قوي، غير لما ابقى انا الداون تايم رهيب. يعني انا واحده من الناس اللي انا بيجي لي فرستريشن وانا جالي ديبريشن رهيب. اي ام يعني خلاص مش ببقى قادره ادي، وبيجي لي بقى بعديها يعني خلاص طلعت منها يجي لي بقى ديبريشن تاني عشان انا اثرت فيه هو او هو ايه اللي حصل معايا. ف يعني اتس ان اندلس سايكل، ومفروض فعلا الناس كلها بتساعد بعض. بالظبط. يعني مش كل واحد. احنا واحد من السبورت جروبس اللي عملناه كنا يعني جبنا شخص متخصص عشان تتكلم على البيرن اوت بتاع الامهات. لانه ساعات احنا بنتكلم في حاجات بس ساعات بيبقى في توبكس دايما كومن. دايما كلنا واعيين فيها. فدايما محتاجين كلنا فيها مساعده. سواء بقى انت ابنك عنده تحديات صعوبات ولا لا، اصلا الامومه مش حاجه سهله اصلا. فالامومه نفسها بتخليكي تمشي في شويه طريق، يعني طرق كده اللي هو لا انا بعمل ايه اللي انا بعمله ده صح ولا غلط.
هو انا بنجح ولا بفشل؟ اصل جارتي بتقول ابنها جاب مش عارفه ايه وانا ابني ليه مش يعني كل شويه بتخشي في ستراجلز وصعوبات كده بينك وبين نفسك، فمحتاجه حد يساعدك. مش عيب يعني. نرجع تاني لحته ان كل طفل مختلف، سواء نيورو تيبيكال او نيورو دايفرس. بالظبط، كل واحد مختلف. كل واحد ليه نقاط الضعف والقوه. يعني مثلا انا في اطفال بيبقوا شاطرين قوي اكاديميكلي بس سوشيال سكيلز مفيش. في اطفال تانية تبقى شاطره في الساينس بس مش شاطره في الماث او ايوه. فلازم الامهات نفسها حتى تبقى حاسه بده. مش هو لازم يبقى شاطر في كل حاجه زي ما احنا كلنا اهالينا كانوا بيربونا على كده. انا عمري كنت شاطره في الماث لحد دلوقتي عمري مش شاطره في الماث وما بفهموش، وابني طلع شاطر في الماث بس انا ما بفهموش. يعني مش هزار، انا يعني ابسط حاجه عارفه هتنح كده، لا دي كالكوليتر يعني. بس عندي سكيلز في حاجات تانية، وكنت لاكي انف الحمد لله يعني ان انا اهلي ما زقونيش في حاجات. لا طب انتي ايه الحاجات التانية، سوشيال ساينسز وكده، دي الحاجات اللي كنت بحبها، فادوني السبيس ان انا اجرب هنا. لما انا بضايق قوي على الطفل انه لازم يذاكر بالطريقه الفلانيه، لازم يقعد على الكرسي ويحط تحت الترابيزه وفاهمه ويقعد ازاي في الجلسه. انتي بتشغلي جسمه وجهازه العصبي بحاجات اصلا بتاخد من قدراته انه يعرف يركز. ودي حاجات كمان نفسي قوي مدارس تفهمها، ونفسي قوي تتعمل في المدارس، انه ساعات انا محتاجه بس اقعد بطريقه مختلفه هلاقي نفسي بركز، مش بتدلع، انا مش شقي، انا مش قليل ادب. انا بس لو اديتيني فريدم اوف ان انا اتمرجح. عارفه في اطفال واحنا صغيرين بتتمرجح بالكراسي، في اطفال بتهز رجلها. انت طول النهار يعني طول النهار يعني بتحتاجي الانبوت. اصل ده انبوت صغير لحواسك بتخليكي تبقي اليرت اكتر، بتخليكي تركزي اكتر. فانا اجي اعدي من جنبه بس يا ابني اقعد عدل، او في الاخصائي في الجلسه يقول لي ما ينفعش. واكتر حاجه بتضايقني قوي الترابيزات اللي هي نص دايره دي، وابقى زنقه الولد في الحيطه عشان ما يتحركش. انا كده باخد منه الباور بتاعه، وباخد منه احساسه بجسمه، وباخد منه حاجات كتيره قوي عشان في الاخر يعلمني على ورقه واطلع انه برافو. فاحنا بس في شويه حاجات كده بسيطه لو سمحنا بيها هتفرق في حاجات تانية. طب ايه ال kind of therapy اللي موجود دلوقتي، وايه الديفرنسز ما بينهم وبين بعض؟ طبعا عندك اللي الناس دايما بتروح لها اكتر، او المعروف، او اي حد بيتكلم بيقول لك هاتي تعديل سلوك. فانت عندك المدارس السلوكيه، الحاجات البيهيفيرال. دايما الناس فاكره انه هو التوحد لما عدل سلوكه هيتحسن. او فلان متاخر في الكلام، او اي حاجه لما هظبط السلوكيات، الرفرفه، الستيمنج اللي اصلا اي اوتستيك بيرسون بيحتاج يعملها، اي اوتستيك انديفيدوال بيحتاج يستم. لما هوقف له كل ده هيبقى في المجتمع باين انه احسن، هيبتدي يركز، هيبتدي مش عارفه ايه. فالناس بتروح للمدارس السلوكيه. انا بصراحه بحب الحاجات اللي ليها علاقه بالديفلوبمنت اكتر، ان انا ابقى فاهم التطور بتاعي، فاهم جهازي العصبي، فاهم قدراتي الادراكيه والمعرفيه، وابقى عارف قوي 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 كل حاجه من جوه. فانا دايما بريكومند الاو تي اللي هو العلاج الوظيفي، مع طبعا شخص يكون معتمد، يكون شخص معتمد. ايوه عارفه اللي هو يعني يقعد تحتيها 60 خط يعني. ليه؟ لانه في ناس كتيره شاطره بتحاول ومجتهده واخصائيين وكده، بس الفكره ان انا لما اجي اعمل تقييم مظبوط، لا انا محتاجه حد دارس. علشان انا ببص على حاجات كتيره قوي في الطفل. ببص على حاجات ليها علاقه بكميه مهارات، لو انا بس متعوده ببص عليها من فوق عارفه في حاجات هتفوتني. فانا بالنسبه لي العلاج الوظيفي دي حاجه مهمه قوي، ان انا اشوف الحواس بتاعته والجهاز الحسي وكده، وكل ده بينطبق تحت علاج وظيفي. مفيش حاجه اسمها اخصائي حسي لوحده. هو اخصائي علاج وظيفي بيكون هو اصلا دارس سنسوري انتجريشن ومعتمد فيها، وهو ده اللي بيعمل الاسسمنت كله. فده بالنسبه لي دايما الجو تو لما اقعد مع اهل والاقي انه في الانتيك كده تلاقي ان في حاجات كتيره doesn't make sense، او حاجات كتيره عارفه متاخر هنا، وقعدنا ناخد ثيرابي كتير هنا والبروجرس بيقف. جربته وعملته اسسمنت او تي، عملته فول اسسمنت او تي، عملته سنسوري، فاهمه؟ دايما بتلاقي بقى في حاجات محدش ركز فيها. فانا دايما بحب قوي انه اول حاجه او تي. وانا بصراحه ابني اخد او تي فتره طويله في حياته، وانا شايفه انه فرق معانا جامد جدا. عادي اللي هو كان مش حاجه اللي هو ولا تشخيص معين ولا بتاع، بس كان عندنا شويه حاجات شقاوه ومش عارفه حاجات كده. عملنا اسسمنت او تي وطلع عنده سنسوري نيدز، محتاج سنسوري نيدز، وعملنا الاو تي وفرقت معانا في حاجات كتير قوي. فانا دايما بالنسبه لي انه هو في شويه حاجات لكل الناس، مش فكره توحد ADHD، لا كلنا عندنا حاجات لازم نركز فيها.
فانا من الحاجات اللي بحبها. كلنا عندنا ملمسين في حاجه يعني، كلنا عندنا صعوبات بس ممكن تكون صعوباتك مش مؤثره عليكي اجتماعيا فانت تمام. بس ممكن ناس ثانيه تبتدي تاثر عليهم في حياتهم اليوميه. فلا تعالي يا جماعه نركز. فبقول لك OT طبعا انا بالنسبه لي دي فلور تايم. لانه طب ايه الفرق بين دير فلور تايم والاي بي اي واللي هي المدرسه السلوكيه؟ ما هو ABA مدرسه سلوكيه، هي دي. الدي فلور تايم هو الديفلوبمنتال ريليشن شيب بيست. يعني انا بركز قوي قوي على السوشيال ايموشنال ديفلوبمنت، وبركز على العلاقات. انا مش بعمل علاقه مع الطفل بس مجرد جلستين 3 علشان بعد كده يعمل اللي انا عايزه. هي مبنيه اصلا ان العلاقه دي هي اللي بتنجح كل حاجه. يعني هدي مثال كده، واحنا صغيرين ساعات بيبقى عندنا مثلا مدرس ماث، وانا بكره الماث، بس دخلي مدرس في سنه لذيذ قوي عمل معانا كلنا ريليشن شيب لذيذه. خلاكي عايزه تركزي تذاكري تشوفي وراكي ايه. الريليشن شيب دي بتفرق قوي قوي قوي، غير لما انا ابقى بتكلم بطريقه معينه او بتصرف بطريقه عارفه فورمال كده. فهو مبني على العلاقات، مبني على ان انت تحترمي الفروقات الفرديه بقى بتاعت الاطفال وتفهميها كويس قوي لانها بتاثر على كل التطور. فهو اتس ا فيري ديفلوبمنتال ابروتش. يعني مش حاجه، مش بركز ان انا اعدل السلوك او الطفل يسمع الكلام. انا بركز ان هو يفهم فيه، افهم فيه ايه، وازاي اعمل كوتشنج مظبوط، وازاي اتواصل انا وهو. فانا بالنسبه لي بقول لك الOT الدي فلور تايم السبيتش لما بيتعمل بطريقه، التخاطب لما بيتعمل بطريقه فيها لعب، وتعمل بطريقه فيها ان انا بعمم بجنرالايز المهارات، مش مجرد ان انا بقعد اوريكي كروت ونشيل الكارت ونحط الكارت فيبتدي الطفل يبقى عنده حصيله لغويه كتيره قوي بس ما بيعممش، او يطلع بره الاوضه ما بيستخدمش جمل لسه على بعض، او لازم يكون بطريقه فيها برضو لعب وتواصل، مش برضو محبوس على الترابيزه وبعدين اطلع اقول للام خلاص هو عارف الضماير ونيجي بعد كده نلاقيه مش عارف الضماير. يعني دايما لازم اركز كده، لان ساعات بتبقى الغلط مش من الطفل، والله الغلط بيبقى مننا. ده كلام كبير قوي. لا يعني احنا لو ما بنعملش سيلف ريفلكشن بعد السيشن انت كتير بيبقى الغلط منك. ممكن انت النهارده ظهرك وجعك عادي، مصدعه، حصل حاجه في المدرسه عند ابنك او بنتك فكنتي مشغوله، او اتاخرتي يا ستي وانت جايبه المواصلات مثلا. فهتخشي السيشن في شويه توتر، فممكن انت اللي تبقي مش قادره تدي كل حاجه عندك في السيشن. فيبقى النهارده اللخبطه حصلت منك مش منه. احنا دايما بنخرج هو الطفل حصل حاجه جديده النهارده في البيت، النهارده ما كانش كويس، النهارده ما كانش مركز. طب ليه مش انت اللي ما كنتيش مركزه؟ عندك حق طبعا 100%. ليه انت كان صوتك عالي قوي وهو عنده مثلا التهاب في ودنه فانت وجعتي له ودنه فعشان كده ما كانش قادر يبص لك؟ يعني في حاجات صغيره قوي والله بس لو ركزنا فيها هنحس انه لا، هو ممكن يبقى فيه بروجرس مختلف تماما. يعني مش دايما الطفل ساعات ثيرابيست. وساعات انتوا الاثنين ما بيبقاش فيه جود فيت. يعني انت مثلا صوته او طريقته بتخليكي عارفه تعبانه قوي، فاجان مش بتدي كل حاجه عندك، فالسيشن مش بتطلع بيرفكت. فدايما انا محتاجه ابص عليها من الناحيتين، زي ما هبص على الاب والام والطفل، الثيرابيست والطفل. يعني ده كلام مزيكا طبعا. انا راضيني على اي بقالنا كتير بنعمل كده. يعني حلو قوي. طب انت المفروض الام مثلا ابتدت تشوف ان في behaviors مش مظبوط من وهو صغير، ايه الستبس اللي المفروض تعدي بيها لحد ما نوصل للتشخيص او نبتدي السيشنز او يعني ايه الستبس؟ هل بنروح في مثلا ناس تقول لي لا تعالي نروح لازم تعملي رنين الاول، لازم تروحي سايكايتري، لازم تروحي لدكتور اطفال، لازم تروحي ثيرابيست على طول مره واحده او سنتر، ايه الستبس اللي بنمشي بيها؟ طيب لو احنا خلاص احنا قلنا ان احنا عرفنا التطور الطبيعي بتاع الاطفال وعرفنا المهارات بتيجي امتى، حسيت بقى انا عندي مشكله شويه، لا روحي لحد طبعا word of mouth بقى، انت تدوري تسالي تتاكدي مين بقى فعلا كويس مين الكويس. اول حاجه خالص تعملي انتيك سيشن، لازم يكون في اللي هو انا وانت كده قاعدين مع بعض، انا باخد منك ده في السنتر. لو رحت لاي تشايلد سايكولوجيست تشايلد ثيرابيست مش عارفه ايه، لازم افهم اصلا مين ده. اصل هو مش كشف. يعني في اهالي كمان كويس انك بتقولي كده، لان في اهالي كمان بتبقى فاكره ان انا طب ينفع اجيب لك ابني تشوفيه في حاجه ولا لا انا محتاجه الهيستوري بتاعك. الهيستوري بتاعك هو اللي هيقول لي اصلا هو محتاج ايه. يعني مش هاخده اعمل له تشخيص توحد من غير، كنا بنتكلم كمان قبل ما نسجل يعني انه لازم اتاكد انه بيسمع كويس، في شويه ورا ودنه مفيش، يعني في شويه حاجات فيزيكلي انت لما هتتكلمي معايا هسالك عليها. طب عملتي تست سمع قريب؟ حمله اصلا كان عامل ازاي؟ لازم اسال على الحمل، على الولاده، على بعد الولاده، لو في حضانه. يعني في حاجات كتيره قوي انا باخدها منك في الانتيك، هقول لك طب بصي ممكن تعملي كذا.
ساعات انت هتقولي لي بس انا مش جايه عشان كده على فكره يعني عارفه اللي هو يعني انا جايه علشان هو شقي. اوكي. بس ايوه، ما هو الشقاوه دي ممكن تكون سنسري مثلا. اوكي. فانا عايزاكي تعملي ده، مش هنعمل تعديل، مفيش حاجه اسمها تعديل سلوك المطلق يعني. انا هدور لك المشكله فين بيزد على اللي انت هتحكيه لي، وانا هشرح لك انت ليه عايزاه. بس في امهات بتبقى بالنسبه لها بقول لك انا جايه اكشف وامشي، او لا ربيهولي، يعني اللي هو خليه بطل وخليه يسمع الكلام. لا ليه اعمل اسسمنت او ليه اعمل تقييمات معينه؟ ده فلوس وخلاص. بس هو ده اللي هيقول لك بالظبط هو عنده ايه، مشكلته فين، يعني مش عنده ايه بس مشكلته فين، صعوباته فين. فمهم قوي ان الانتاج ده انه كمان الاهالي ما تخبيش. دي مشكله في كتير قوي من الاهالي بتخبي حتى في انتاج المدرسه. يعني حتى في انتاج المدرسه. ما مدرسه بقى عشان للاسف علشان لسه مفيش تقبل رهيب في المدارس، فانا ببقى خايفه. اوكي. انا خايفه هم يرفضوه. فهقول لك حاجه مش المعلومه الكامله عشان مش عارفه انت هتقولي لي ايه. حتى لو ما هو ساعات بيبان كتير قوي في الانترفيو يعني بتاع الطفل، بتبان انه في مشاكل سوشيال، في مشاكل في التركيز، في مشاكل في الهايبر اكتيفيتي. يعني انا عايزه اقول لك انا مع ابني انا اترفض من مدارس كتير قوي، بس انا ما كنتش بخبي. يعني انا كنت بروح. هو عشان كده اترفض؟ بصي هو عايزة كان عنده مشاكل، خلينا نتفق. انا كنت في سلام نفسي كده جوايا انه ان هو خلاص هو ده ابني، انتوا عايزينه مش عايزين، دي خسارتكم انتوا. صح. يعني وخلاص انا كنت بتعامل على هذا الاساس. حلوه دي. لو انتوا مش هتساعدوني ان انا اوصل بابني للي انا شايفاه قدام كأم خلاص. وكانت دايما مامتي تقول لي انت اكتر حد عارف ابنك ممكن يوصل فين. بالظبط. مش الثيرابيست، مش الدكتور، مش اي حد. انت احساسك ربنا مدخل فيكي احساس معين، انت تبقي قادره تزقي في الاحساس في الحته دي. فكان كل المدارس اللي كان بيترفض منها اقول لهم خلاص this is your own loss واللي وراه. حلو الاتيتيود ده. يعني فاهمه. انا حتى لحد دلوقتي انا ماشيه بهذا الاتيتيود. حلو قوي. خلاص مش عاجبكم اوكي يلا انتوا في الاخر انتوا اللي خسرانين. ولما يكبر انا عارفه ان هو في الاخر هيبقى ايه، ومش هيتقال اسمكم اصلا في الموضوع. فاهمه لو انا بتعامل ان انا في ماما سيلبرتي ان شاء الله. ايوه سيلبرتي. ايوه. بس في كتير قوي انا بشوفهم حتى في مدارس كتيره بيجوا يقولوا لي اصل احنا مش عايزين نقول المدرسه. طب لا اصل احنا مش عايزين المدرسه، عايز شهاده تيتشر بس انا مش عايز شهاده تيتشر. لا دي بقى لا. هقول لك حاجه، ساعات المدارس بتبقى ساعات بتستسهل وترمي كده، بس ساعات فعلا وجود الايد، يعني وجود تيتشر ايد مع الطفل هتساعده جامد. مش ان انا برضو depends انا هقولها تعمل ايه. يعني هي ممكن تكون واحده جوه وهي بتعمل كل حاجه، وانا ساعات بروح اعمل سكول اوبزرفيشنز وبشوف بتكسكلود الطفل اللي معاها ده من الجروب. فاحنا ده طبعا مش عايزينه طبعا. او ساعات ودي حاجه رحت وشفتها، يعني انا كنت باوبزرف حد طفل تاني ولقيت طفل معاه شادو تيتشر يعني كانت عنيفه قوي معاه. فالامهات برضو بتبقى خايفه، والمدارس بتبقى مش عارفه ايه اللي بيحصل. بس دول مدرسه وأم في نفس الوقت. يعني انا بصراحه في مدرسه ابني لا كلموني لا بليز كونسيدر تشينجينج فلان علشان في حاجات مش مظبوطه بتحصل. حصل انه الشات تيتشر اللي قبليه لا بس احنا مش شايفينها على نفس الليفل بتاع عز معديها في حاجات تانية. طب دي حاجه حلوه ان هو واخدين بالهم. فهي المدرسه الحمد لله مركزه في الحته دي. في كمان انا مثلا واحده من الناس اللي مثلا جم يقولوا لي لا هو ايه لازم الشات تيتشر مع عز؟ لا احنا بنطلع فوق الترابيزه بنطلع جنب الشباك. مش منطقي. عادي جدا ممكن فجأة نبقى عند البول ما يعني في ثانية. فأنا محتاجة حد فيري اكتف. أنا عارفة بعمل فيزيكال اسسمنت الأول، هتعرفي تجري وراه أو هتعرفي تجري وراه يعني كده. وفي نفس الوقت السوشيال سكيلز هتدخليه ازاي؟ يعني انت مثلا دلوقتي هو ما هوش تيتشر، هتدخله ازاي جوه مجموعة تعلمه ازاي تتكلم مع الناس. انا دايما بحاول اتكلم حتى مع امهات تيجي تتكلم معايا بحكم ان انا ام في وسط مجموعه امهات تيجي يقول لي طب انت ايه رايك في موضوع الشهاده تيتشر ده؟ اقول لهم يا جماعه اتس كروشال. يعني لو انت شايفه والمدرسه شايفه ان ابنك محتاج عشان 1 2 3، مش ابنك محتاج وخلاص، ابنك محتاج عشان 1 2 3 you need to consider it. وساعتها بقى هتروح معاها السنتر او هتروح المكان اللي بياخد فيه وهتاخد تريننج كويس وتعرف ايه اللي المفروض يتعمل. ونقدر كمان ان المكان التاني مهم قوي اللي انت بتقوليه. لازم قوي. اصل تاني اجان لان هي بقت بارت كتير ما بتوافقش على ده. ليه؟ اصل هي بارت من التيم دلوقتي. فاكره التيم اللي قلنا في الاول اللي هو اب وام وثيرابيست ومدرس، دلوقتي معانا الشادو تيتشر. فهي لازم تبقى معانا، ما هي لازم تبقى ومعايا في السيشن واشوفها بتتعامل معاها ازاي. اهم واحده اصلا دي بتقعد 8 9 ساعات لازم اتكلم معاها. يعني لازم ابقى عارفه هي بتعمل ايه مع ابني. ولازم كمان انا ما اروح every now and then كده كل فين وفين
اروح اشوف ايه الاخبار، اوبزرف، نغير اللي احنا بنعمله. ممكن اللي انا حاطه لها يكون خلاص اوت ديتد، يعني ممكن البلان دي محتاجه تتغير، او ممكن حصل environmental factors جديده في المدرسه محتاجه ان ابني او بنتي نحط لهم جولز تاني. يعني كل شويه لازم ابديت وابقى متابعه ايه اللي بيحصل بالظبط. فانا شايفه لا طبعا في اطفال كتيره شادو تيتشر زي ما بقولك هتهندر حاجات او هترجع طفل ممكن لورا، بس اطفال تانية كتير لا هتساعدهم في حاجات كتيره. يعني انت بتقولي ده سيفتي، لو انا المدرسه مش واخده بالها ان هو طلع يجري، لا يا خبر يعني كارثه. 15 ولد في الفصل يعني هتبقى لا كارثه. التيتشرز هتبقى مركزه في ايه. وكمان هرجع تاني الحته بتاعت المدارس، للاسف في ساعات مفيش تقبل وكده، بس لو انا هبقى صريحه واجيب لهم ريبورت مهم قوي برضو. بصوا ده الريبورت الاكوموديشنز بتاعته، هو بيحتاج بريك كل مش عارفه قد ايه، بيحتاج يسترتش، بيحتاج بدل ما يكتب على الديسك كده بيحتاج بورد مثلا ممكن انا هشتريها له بس بليز سيبوه يستخدمها. شويه الحاجات دي هتساعد ان هو يبقى مرتاح. انا جبت له حتى الباند بتاعت الكرسي اللي هو انا بحبها قوي، يقعد يعمل رجليه بحبها جدا، طلع طاقه وما يطلعش تنطط لي في كل حته. هي ده سنسري نيد انا محتاجه قوي عشان ابقى مركز. وانا بالنسبه لي بقولك ان الاطفال تبقى مرتاحه اهم بكتير من انها تكون بتسمع الكلام. يعني اصل انا بسمع الكلام عمياني، او بسمع الكلام عشان اخد حاجه، او بسمع الكلام عشان افيت انتو مولد احنا وي كرييتد، عارفه قالب كده غير طبيعي وغير واقعي للاطفال وسنهم والهايبر اكتيفيتي بتاعتهم. بس انا لما هكون مرتاحه فعلا في جسمي ومرتاحه في الحاجات اللي بعملها وعارفه اقعد كويس، مش قاعد جنب الشباك والصوت لو انا سنسيتيف شويه ودني الصوت كل شويه في حاجه بتحصل، لو النور، يعني لو انا عملت شويه اكوموديشنز بسيطه بقيت مرتاح هعرف اركز وهعرف اعمل حاجه. لكن انت بتقعديني بس عشان اسمع الكلام مش هعمل حاجه، هعمل حاجه for a short period of time، شهرين مثلا. اوكي. بعد شويه هتلاقيه ابتدى يبقى في سلوكيات تانية بتظهر، وبعد كده ابتدي عارفه تكنترول مي تاني. وبعد كده بس انا محتاج شويه accommodations، دي مش حاجه صعبه خالص انها تتعمل. اوكي خالص، يعني زي ما ده accommodation، انا جبت له باند عشان يفضل يهز رجله فيه ومش عارفه ايه وبتاع وبيقعد مرتاح. يعني ده فهمتي. وفي اللي هي الثانيه دي بتبقى زي سيركل كده بتتنفخ شويه وفيها الكوشن بول اللي بيقعد تحتها. انا اصلا ساعات بستخدمها لما ببقى تعبانه او ببقى شويه كده وعندي مثلا وقت طويل قاعده على اللابتوب انا بقعد عليها فعلا. بتريح قوي. احنا كلنا عندنا حاجات، يعني كلنا عندنا انا بصي بتحرك، انا ما اقدرش افضل قاعده عامله كده، انت قاعده كده انا ما اقدرش اقعد اعمل كده. لا هو بس عشان ايه وقار بس يعني انا لازم اتكلم بتنطط في كل حته. لا لازم اتكلم بايدي، يعني انا لو ما عرفتش اتكلم بايدي مش هلاقي نفسي ان انا بركز. مش هحس ان انا البوينت اللي عايزه اقولها لك وصلت. يعني لو فضلت عامله كده وماسكه ايدي قوي ان انا اركز اني ما اتكلمش بايدي، وزي الاطفال بالظبط الانرجي بتاعتي والمنتال كاباسيتي بتاعتي هتفضل رايحه في الحته دي وهلاقي ممكن كلامي يكون بيقطع، ممكن اكون برد على سؤال تاني لان انا مركزه قوي ان جسمي ما يتحركش. اوكي. لكن لو انا خدت شويه الارتياح ده او خدت شويه سبيس، ابتدي اتكلم بايدي، هبتدي اتكلم معاكي، هيبقى في فلو في الكلام وهنبقى عارفين نتكلم مع بعض. اوكي. فده اكوموديشن انا بعمله. ساعات بحتاج ان انا لو اجان قاعده وقت طويل قوي على اللابتوب كورسز بدرسها او كده، الاوفيس تشير يكون بيتحرك. اوكي. فوسط ما انا قاعده كده ممكن شويه سوينكه شويه فيستيبولار انبوت كده اخده وبعدين بركز كويس قوي. كل دي حاجات عاديه. اوكي. زي اللي بيتكلم في التليفون وبيتمشى. ده عادي. انا بخلص التراك وانا شوفي لو حد بقى وانت ودي كده هتبقى مكالمه مهمه، يعني هتبقى مكالمه فيها لو حد قالك لازم تقعدي عشان لو تتحركيش مش هتعرفي تدي بقى. هي accommodations. احنا ساعات يعني بنقول اوكي ليها علينا، او يعني مش عارفه اقول لك ايه، بس يعني بنبيعها لنفسنا عشان احنا كبار وعاقلين وما عندناش دايجنوسز على قورتنا. بس عشان الاطفال صغيره ودايجنوست بحاجه ولازم تسمع الكلام، فانا هبقى لا انت بتتحرك ما تتحركش. انا فاكره كويس قوي. انا خريج مدارس IG. اوكي. فاحنا بنمتحن لا مش قوي بس كانت الفكره انه لما احنا كنا بنمتحن زمان كنا بنمتحن يا اما في بريتش كونسل يا اما بتبقى في اوتيل. فكنا لما نيجي في الامتحانات في اطفال معينه ان هي بتبقى محتاجه تقوم تسترتش في وسط الامتحان. ساعات الامتحان 3-4 ساعات زي اللي بيبقى في الطياره كده. بالظبط. فبيبقى ليهم حته لوحدهم وبيبقى عليهم اكسترا ايز كمان او شابرون زياده علشان بس يتاكدوا انه الدنيا ستيبل. بس انت بتاكوموديت امتحاناتك، بتاكوموديت كل حاجه ان الطفل ده احتياجه فين عشان ينجح بالظبط، عشان يعني يبقى سكسسفul. بس المعلومه جوه، المعلومه ما راحتش في حته. بني ادم في الاخر يبقى ناجح
بيعرف يندمج في المجتمع. أيوة. ويبقى ليه دور فعال ويبقى شخص، فاهمه؟ لكن لو انا فضلت حصره في ادوار عارفه اللي هو انت مش عارف، انت مش بتعمل غير كده، هو ده لازم، ده سقفه، ده توقعاته، وحاجات من الحاجات اللي بتضايقني جدا. يعني ان انا اقول لك انه لا والله هو مش هيخش مدرسه. انت مين قال لك انه مش هيخش مدرسه؟ دي بتضايقني قوي. المدرسه صعبه، والمدرسه لود، وبيبقى لود كبير على اطفال كتير. بس انا ما اقدرش ما اجربش، وما اقدرش ما اخليش الام تجرب لو هتفضل فاكراك طول حياتها ان انت ما خليتهاش تجرب. بالسبورت الكويس، وان احنا نبقى فاهمين تاني رحلته دي ايه اخبارها، وكل شويه بيبقى فيه تشيك انز وكده، هنجرب. لكن ان انا قاعده بالبلوره السحريه كده وبقول لك انت مش هينفع تروحي مدرسه، وانت ما بتتمرنيش، وانت مش عارفه ايه، وده مش هيتكلم، وده هيتكلم، وده غلط. ما تسمعيش حد بيقول لك الطالع، عارفه؟ ايوه غلط. يعني اصل هو at the end of the day في ناس كتيره قوي شفناها قعدت 8-9 سنين كانتش تتكلم خالص، واتكلمت عن التراش بتاع 9 سنين. طبعا هي بتختلف من كل طفل لطفل، طبعا مش كل كده، طبعا بس at the end of the day في قصص موجوده، ويعني حتى ربنا قالها كن فيكون، you never know. ربنا هو كتب في الوقت ده صح. ايه عشان ده يحصل، فنعمل كل اللي نقدر عليه عشان نوصل للليفل ده. صح. طيب بمناسبه الحته دي، في حاجات، في ناس بتقول ده اصل كان عنده توحد، او ده جاله توحد، اصل هو جاله ADHD. عارفه، بصي انا عارفه انه غلط بس انا عارفه انه غلط. لا بس مهم نقولها. بس محتاجين نوعي الناس انه مفيش حاجه اسمها كده. لا يعني انا عايزه كانت تشخص توحد، اوكي. بس اكتشفنا ان هو مش توحد، هو حاجه تانية ادت انه يبقى عنده حاجه اسمها توحد مكتسب. يعني هو اكتسب صفات من التوحد، بعد كده راحت خلاص لما احنا صلحنا المشكله. عندك حاجه ميديكال، عشان كانت حاجه ميديكال بالظبط. في وجود حاجه تانية، لما الحاجه التانية ركزت، عشان كده بقول لك ايه في الانتيك لازم اتاكد اسمع كل حاجه، عشان اقول لك انه ممكن يطلع ما بيسمعش، انت فاكره بيسمع بس هو سمعه في مشكله، او عنده ميه ورا طبله ودنه فسمعه اصلا اللي بيسمعه مش هو اللي بيترجمه بالظبط. فانت في حاجات لازم اتاكد منها ميديكال. طيب التوحد مش هيجي فجاه، هو مش حاجه، مش مرض. خليني بس اقول كده عشان انا بتضايق قوي الناس. هو ديس اوردر، فخلينا بالظبط هو ديس اوردر، مش مرض، ومفيش حاجه اسمها علاج للتوحد، عشان دي برضه حاجات بنشوفها كتير قوي. فببيع وهم للامهات والاهالي انه علاج التوحد، مرض التوحد. لا، هو مش مرض، هو ملوش علاج. هو اضطراب عصبي نمائي، مش اضطراب سلوكي، اضطراب عصبي نمائي. الطفل بيتولد بيه، بس بيبتدي سماته بتبان عند سن معين. ساعات في امهات اللي هي بقى دي، فاكره كنت بقول لك ترتيب الطفل أيوة. فين؟ اللي هو مثلا ده تاني طفل ليا، هبتدي اقارنه باخوه لان انا عندي باك جراوند، عندي ريفرنس. اوكي. هو مش بيبص لي هو بيرضع، هو ما بيعملش باي ليه لسه، فابتدي اخد بالي من شويه حاجات انديكيشنز كده انه هنا في حاجه، فابتدي اروح لحد. اوكي. فانا ببتدي اشوف وهو طفل، بيبتدي يبقى عندي شويه حاجات كده بتبقى باينه. عند 18 شهر دايما بتلاقي الاهالي تقولك انه كان بيقول كلام وبطل يقوله. ده اللي حصل معايا بالظبط. حاجات، ما هو ممكن يكون عند 18 شهر كان ابتدى يجي لي ادوار كتير في ودني، فابتدى يجي لي حاجات كتير. ده بالظبط اللي حصل، عشان لما قلت 18 شهر ساعتها كلهم ربطوا في الاوتيزم، ما ربطوش ان هو كان عنده نيمونيا في وعنده سنه. ما هو الميديكال هيستوري مهم بالزبط. ان انا اعرفه بالظبط، هقدر اقرر. وبعدين اصلا كمان هقول لك حاجه، انا مش باخده من الباب كده ده اوتستيك 1 2 3 مش عارفه ايه. الدايجنوسس برضو على قد ما انا نفسي الستيجما بتاعت انه عادي خلاص هو اتشخص بتوحد واحنا المفروض نتقبله، وانا اقعد معاكي واقول لك ابني عنده توحد ونتكلم مع بعض وكده، لان احنا بنبريك الستيجما، بنكسر الطريقه او الكلام اللي الناس بتتكلم عليه بطريقه وحشه. بس في نفس الوقت بلاش نتسرع قوي ان انا احكم على شخص انه ده اوتستيك. خلاص احنا عملنا الميديكال وعرفنا كل حاجه، مفيش حاجه، ابتدي ازقه شويه بلاي ثيرابي كتير قوي سبيشالي في السن ده، وابتدي اساعده واوتي ومش عارفه ايه، بعدين اري اساس. ممكن اصلا اطفال كتيره قوي بتبقى بس محتاجه تبقى ستيميليتد بطريقه ثانيه، فلما ابتدي اعمل ده يبتدي يبان لي حاجات ثانيه. بس مش هيجي توحد عند حد عنده 9 سنين، مفيش حاجه اسمها كده. ممكن بقى هنا ابتدي افكر في انكزايتي، حاجات ثانيه، لكن مش توحد فجاه 9 سنين. او العباره اللذيذه قوي ده هيجي لي توحد من القعده في البيت، او ده جاله توحد بالكورونا، الكلام ده كله غلط غلط. مش حاجه اسمها كده. يعني انا ممكن يكون انا كان عندي سمات بس انت ما خدتيش بالك منها، ابتدت تبان عن 3 سنين اكتر مثلا، وده بيحصل، لكن هو مش حاجه انا قاعده هتجيلي. دي حاجه. بتقولي ADHD انا بس مش بحب الناس تشخصه من قبل 6 سنين، لانه قبل 6 سنين بيبقى عندنا حاجات تانية. في هايبر اكتيفيتي، في يعني مش مركز شويه، شقي شويه، بس ساعتها بركز قوي على النيرفس سيستم،
لانه ساعات ممكن يكون البريمتيف ريفلكسز المنعكسات عندي فيها مشكله، ساعات بيكون الموتور بلاننج التخطيط الحركي عندي فيه مشكله، هو اللي بيخليني او الحواسي بيخليني ابقى هايبر اكتف او مش مركز. فمحتاجه اركز على الحاجات قبل ما اجان اشخص، قبل ما ادي تشخيص. هل السبيتش ديلي بيبقى ليه تاثير على الاي دي اتش دي او يديني some features من الاي دي اتش دي؟ لا، لان الناس كتيره مثلا حتى بتربط السبيتش ديلي بالتوحد. فهو ملوش علاقه، انا ممكن يكون عندي بس تاخر في الكلام وكلمته بقيت كويس. يعني انا قصدي ان في ساعات بيقول لي مثلا انا عايزه لسه ما تمش 6 سنين، فمثلا ساعات يقول لي لا بسبب السبيتش ديلي الجامد ده بيجي له فرستريشن جامد قوي، فبتشوفي الهايبره اللي موجوده في كل حته، فبيكسر في كل حاجه، فكل حاجه بتترمي على الارض. لا بيجي له بيحصل له ديسريجوليشن، انا مش عارفه اعبر. بس الكوميونيكيشن عندي ما تنزلش تحت الاي دي اتش دي. لا انا الكوميونيكيشن بتاعي انتوا مش قادرين تفهموني، انا مش عارفه اتواصل فبتعصب. زي انتي اكنك رحتي بلد غريبه وعماله تحاولي تقولي لهم جملتين ومش فاهماهم، فبتبتدي تتعصبي، طب مش هشتري، عارفه، وتروحي خارجه بره المحل. لانه مفيش ما بينكم كوميونيكيشن، مش عارفه، مش قادره تتواصلي. اوكي، مش معناها ان ما عندها مشاكل في عارفه انجر مانجمنت واخدك اوديكي مش عارفه ايه. لا لازم اركز المشكله اصلا فين. المشكله ان مفيش تواصل في اللغه، فساعتها انا هنا عندي مشكله. بس مش لازم التاخر يبقى توحد، التاخر يبقى ADHD. في اطفال عندها تاخر في الكلام، وده ممكن يكون جيناتيكلي، ممكن يكون حد في العيله اصلا كان عنده تاخر في الكلام، فلما تاخدي الهيستوري بتعرفي ان ده موجود في العيله، وخلاص بعد شويه كام سبيتش سيشن راحوا. نحب ننهي الحلقه بنصيحه للاهالي. ايه الحاجه اللي انت عايزه تشوفيها في الايكو سيستم متغيره، وازاي نثرايف عامه في الحته دي؟ طيب نفسي قوي بصراحه، يعني نفسي موضوع ان يبقى فيه تعاطف. ده دايما حاجه بفضل اقولها، يعني انه كلنا نبقى عندنا تعاطف لبعض، مش عشان انت عارفه ان ابن فلانه شقي ولا ابن فلانه متشخص بحاجه وكده فابتدي امنع اولادي عنه، او ابتدي يعني نظره الحكم دي اللي احنا بنحكم بيها على بعض. نفسي قوي تروح. نفسي الام عادي تبقى في مدرسه ماشيه معاها شادو تيتشر بتاعت ابنها، ومش متضايقه ان الناس بتبص عليها. لان انا بنتي عندها حد معاها في كلاس ومعاها شادو تيتشر وهايله وكويسه، فانا سمعت كومنت انت عارفه ان احنا عندنا ايه المشكله؟ يعني انا في واحده نمرت عليا في المدرسه بسبب ان كانت معايا شادو تيتشر. فاهمه؟ بس يعني بصراحه الواحد يقول الحق ان ساعتها البرنسبل خدت اكشن. لا يعني دي بتتكلم بقى في وسط البيرنتس، فاللي هو انتوا عارفين ان احنا معانا في كلاس، ايه المشكله؟ يعني انه ما لو انا عندي تقبل كده وفاهمه الناس وبحترم الناس وعارفه ايه اللي بيحصل، المجتمع اصلا الوعي المجتمعي ده هيزيد. احنا لسه الوعي المجتمعي عندنا قليل. ان انا ابقى فاهمه الاحتياجات وفاهمه مين محتاج ايه ومين ناقصه ايه ومين كويس قوي قوي في ايه. انا ده نفسي يتحسن قوي، نفسي في تقبل وتعاطف. البيرنتس نفسي ان هم يكونوا فعلا ما يخافوش، ويكونوا فاهمين كل حاجه، فاهمين حقوق ولادهم قوي، فاهمين حقوق ولادهم لو هم في المدرسه، فاهمين ولادهم مفروض ايه الحق اللي انت رايح مركز معين، ايه حقك. ما تسيبش اخصائي يكلمك وحش عشان هو اخصائي، عشان دي حاجه بتضايقني قوي، بسمعها كتير قوي. ان مجرد ان انا اخصائي انا مش قاعد على عرش، يعني انا مش قاعد على كرسي وانت البيرنت فانا هكلمك من فوق. ما ينفعش اخصائي يكلم اهل بطريقه فيها تناكه او فيها ان انا اعلى منك، انا فاهم انت مش فاهم. لا انا فاهم ابني، زي ما انت بتقولي انا احساسي بيقول لي انه هو تعبان. هو تعبان، هو ممكن يكون عيان، انا عارف ان هو يقدر يعمل ده احسن. اسمع للاهل قوي لان هم فاهمين وعايشين مع الاطفال اكتر مننا. انت عارفه ان انا عايزه بتعامل معاه ان هو الرادار بتاعي، يعني ممكن اغير سنتر لسنتر عشان هو عايزه مرتاح. ولعلمك هيبقى في حاجه فعلا اوف، مش ان هو بيتدلع، مش اصلا مش عارفه في حاجه طالما انا ما عرفتش امسك حاجه خلاص انت مش مرتاح هنشيل، يعني في حاجه مش مظبوطه. فانا نفسي ان الاهل تبقى فعلا عارفه في جمله كده انه الام اصلا هي المحاميه بتاعت ابنها. ايوه هي الترو ادفوكيت بتاعت الطفل. وانا نفسي ان احنا يبقى عندنا بس شويه ثقه اكتر ان انا اقدر ادافع عن حقه، انا اقدر اساعده، انا اقدر اعمل كده، وابني يقدر عشان انا في ظهره. دي نفسي الامهات كلها توصل لها يا رب ان شاء الله. ثانك يو يا نجوى قوي، شرفتينا جدا جدا جدا، واكيد هنعمل حلقات تانية مع بعض نتكلم بقى ديب دايف عن كل حاجات، ويجي لنا اسئله كتيره قوي فنرد عليها على الناس كلها ان شاء الله. ميرسي يا شاهين قوي، انا انبسطت جدا. وانا كمان جدا. ودي كانت حلقه النهارده من جرو وندر بودكاست. اتمنى تكون عجبتكم. لو عندكم اي اسئله بليز سيبوها في الكومنتس وهنرجع نرد عليها. لو بتشوفونا على اليوتيوب ما تنسوش تعملوا سبسكرايب. لو بتسمعونا على سبوتيفاي ما تنسوش تدونا 5 ستار ريفيو.